كانت ليان تعرف في المدينة كلها باسم الرئيسة الحديدية، امرأة في 32 من عمرها، تملك واحدة من أكبر شركات العقارات والاستثمار، وتدير مئات الموظفين بصرامة جعلت الجميع يخشاها ويحترمها في الوقت نفسه. لكن خلف تلك القوة كان هناك جرح عميق لا يراه أحد. ليان كانت جميلة بشكل لافت، عيون واسعة بلون العسل، شعر أسود طويل، وملامح هادئة تشبه الأميرات. لكن منذ طفولتها كانت تعاني من إعاقة في ساقها اليمنى بسبب حادث سيارة أودى بحياة والدتها. كانت تمشي بصعوبة خفيفة، مستخدمة عكازا أنيقا تخفي به ألمها، لكن الناس لم يرحموها أبدا. كبرت وهي تسمع الكلمات القاسية: جميلة لكن معاقة، من سيتزوجها؟ مسكينة. حتى خطيبها الأول تركها قبل الزفاف بأسبوع بعدما قال لها ببرود: أنا لا أريد أن أقضي حياتي مع امرأة ناقصة. منذ ذلك اليوم دفنت قلبها داخل العمل، أصبحت قاسية، باردة، لا تثق بأحد. كانت تؤمن أن المال والسلطة فقط هما اللذان يمنعان الناس من إهانتها. وفي صباح شتوي بارد كانت ليان تستعد لحضور مؤتمر ضخم لرجال الأعمال في فندق فاخر وسط العاصمة. دخلت القاعة بثوب أسود أنيق، تمشي بعكازها ثقة رغم نظرات الناس. كان الجميع يهمسون: هذه ليان. رغم إعاقتها مالت فاتنة. جلست على الطاولة الرئيسية تحاول تجاهل العيون التي تراقبها، وبينما كانت تستعد لإلقاء كلمتها وقف رجل أعمال معروف اسمه سامر، رجل متكبر لطالما حاول منافستها. ابتسم بسخرية أمام الحضور وقال بصوت مرتفع: قبل أن تبدأ الآنسة ليان حديثها عن النجاح، ربما يجب أن تخبرنا كيف يمكن لشخص بالكاد يستطيع المشي أن يقود إمبراطورية. ساد الصمت، ثم بدأت بعض الضحكات الخافتة تنتشر في القاعة. شعرت ليان أن الأرض تهتز تحتها. تجمدت يدها على العكاز. كل الإهانات القديمة عادت دفعة واحدة، كل الجروح، كل الليالي التي بكت فيها وحدها. حاولت أن تتكلم لكن صوتها اختنق. وفجأة سمع الجميع صوت رجل من آخر القاعة يقول: الإعاقة الحقيقية ليست في الساق، بل في القلب الحقير. التفت الجميع بدهشة. كان المتحدث رجلا فقيرا بملابس بسيطة جدا، يقف قرب الباب ويحمل كيسا صغيرا بيده. بدا كمتسول دخل المكان بالخطأ. صرخ أحد الحراس: أخرجوه فورا. لكن الرجل اقترب بثبات وهو ينظر إلى سامر باحتقار وقال: هي حققت ما لم تستطع أنت تحقيقه رغم أنك تملك جسدا كاملا. اشتعل وجه سامر غضبا. أما ليان فبقيت تنظر لذلك الرجل بدهشة. لم يسبق لأحد أن دافع عنها بهذه الطريقة. قال الرجل بهدوء وهو يلتفت إليها: لا تسمحي لأحد أن يجعلك تشعرين بالنقص. كانت عيناه مليئتين بشيء غريب، دفء لم تعرفه منذ سنوات. وفجأة تعثرت ليان أثناء وقوفها وكادت تسقط أمام الجميع. اندفع الرجل بسرعة وأمسكها قبل أن تقع. وفي اللحظة التي لمس فيها يدها شعرت ليان بشيء غريب يسري في ساقها. ألم خفيف، ثم دفء، ثم إحساس لم تشعر به منذ سنوات طويلة. نظرت إليه بصدمة، أما هو فابتسم فقط وقال: حاولي أن تقفي وحدك. همس الجميع بسخرية: مجنون. لكن ليان دون أن تفهم لماذا تركت العكاز ببطء. وقت، ثم خطت خطوة، ثم خطوة أخرى، واتسعت عيناها. كانت تمشي بدون ألم، بدون عكاز. تحولت القاعة إلى فوضى، الناس يصرخون بدهشة والهواتف ترفع لتصوير ما يحدث. أما ليان فكانت تبكي، تبكي كما لم تبكي منذ طفولتها. نظرت إلى الرجل وهمست: كيف فعلت هذا؟ ابتسم بهدوء وقال: أحيانا الشفاء يبدأ حين يتوقف الإنسان عن تصديق أنه مكسور. ثم استدار ليغادر. صارت خلفه: انتظر. لكنه اختفى وسط الزحام. ومنذ تلك اللحظة تغيرت حياة ليان بالكامل. لم تعد تفكر إلا بذلك الرجل الغامض. بحثت عنه في كل مكان. أمرت موظفيها بالعثور عليه، لكن دون جدوى. كل ما عرفوه أن اسمه يوسف، وأنه يعيش في حي فقير جدا ويقضي وقته بمساعدة المحتاجين رغم فقره الشديد. وفي يوم قررت ليان الذهاب بنفسها. وصلت إلى حي شعبي متواضع مليء بالأزقة الضيقة والأطفال البسطاء. هناك رأته كان يجلس على الأرض يصلح حذاء طفل صغير ويبتسم له.
اقتربت منه ببطء، رفع رأسه ولم يبدو عليه أي اندهاش لرؤيتها. قال فقط: عرفت أنك ستأتين. جلست أمامه وقالت: من أنت؟ ابتسم. مجرد إنسان رأى امرأة جميلة تتألم. قالت بصوت مرتجف: لقد غيرت حياتي. ضحي بخفة: بل أنت من غيرتها حين قررت الوقوف. ومنذ ذلك اليوم بدأت ليان تزوره باستمرار. كانت لأول مرة تشعر بالراحة. يوسف لم يكن يخاف منها ولا يطمع بمالها ولا ينظر إليها كمعاقة أو كرئيسة شركة. كان يراها إنسانة فقط. ومع الأيام بدأ قلبها يعود للحياة، لكن المجتمع لم يرحمها. حين انتشرت الأخبار أن ليان صاحبة الملايين تجلس مع متسول فقير، بدأت السخرية. قال رجال الأعمال: جنت. وقال الإعلام: فضيحة جديدة للرئيسة الشهيرة. حتى مجلس إدارة شركتها حاول الضغط عليها. قال أحدهم: سمعتك ستدمر. لكن ليان لم تهتم. وفي ليلة هادئة ذهبت إلى يوسف وقالت مباشرة: تزوجني. تجمد مكانه، ثم ضحك ظانا أنها تمزح، لكنها أكملت والدموع في عينيها: أول رجل جعلني أشعر أنني كاملة هو أنت. ارتبك يوسف وقال: أنا فقير، لا أملك بيتا حتى. أمسكت يده وقالت: وأنا أملك العالم كله، لكنه بلا قيمة دونك. رفض يوسف في البداية. كان يخاف كلام الناس ويخاف أن يقال إنه طمع في مالها. لكن ليان أصرت. لأول مرة في حياتها كانت تقاتل من أجل الحب لا من أجل النجاح. وفي النهاية وافق. يوم الزفاف كان حديث المدينة كلها. رئيسة شركة دي مليارات تتزوج رجلا كان الناس يعتبرونه متسولا. لكن المفاجأة الكبرى حدثت بعد الزواج. اكتشفت ليان أن يوسف لم يكن متسولا عاديا. كان رجلا متعلما جدا. ترك حياته القديمة وثروته بعد وفاة عائلته، واختار أن يعيش بين الفقراء ليساعدهم بصمت. لكنه أخفى كل ذلك لأنه أراد أن يعامل كإنسان لا كاسم أو مال. ابتسمت ليان يومها وقالت: لهذا أحببتك؟ لأنك الوحيد الذي رآني أنا أيضا كإنسانة. ومع الوقت أصبحت قصتهما مصدر إلهام للناس. المرأة التي أهانوها علنا والرجل الذي ظنه الجميع متسولا أثبت أن القلوب الحقيقية لا تقاس بالمال ولا بالمناصب ولا حتى بالجسد الكامل، بل بالرحمة والحب والقدرة على رؤية الجمال داخل الإنسان مهما كان مكسورا.